انا عندي سؤال واحد بس، ايه ده؟ شقه ب 11 مليون دي لقطه. لقطه اللي ب 11 مليون. بص، انت اكيد بتسال نفسك هل فعلا الناس بتشتري الكلام ده وهل الاسعار دي في اقبال عليها؟ طب عمرك سالت نفسك السؤال بشكل تاني؟ اللي عارض الكلام ده مستثمر خليجي، ده سايب بلده وجاي يبيع هنا في مصر لان شايف ان في هنا اقبال كبير جدا من المصريين اللي عايشين جوه مصر. طب خليني اقول لك ان في اقبال اكبر واكبر من المصريين اللي عايشين بره مصر. المستثمر ده مفتقد في بلده حاجه مهمه جدا وهي الطلب المحلي. خليني اقول لك ان الشريحه اللي بتشتري المنتج ده اللي هو الاسكان الفاخر هنا في مصر بتتمثل في حوالي 9%. ال 9% دول من المصريين، يعني كام؟ 9 مليون. 9 مليون دول اللي هم اكبر من التعداد السكاني لدول كتير جدا حوالينا. فسؤالك هنا، هل فعلا ممكن حد بيشتري الوحده دي؟ طبعا وكتير، واحب اقول لك ان هيتقال لك ان ده لونش وبيخلص وليميتد انفنتوري. اخر حاجه دي لقطه، هي لقطه ليه؟ لانها على 10 سنين بدون مقدم. يعني ام 11 مليون ديت طلع في الاخر ليها زبون؟ بص، هو كده كده ليها زبون، اللي بمليون ليها زبون واللي ب 10 مليون ليها زبون. احب اقول لك ان في مصر هنا في شقق اوضتين كسرت 30 مليون وليها زبون؟ والله العظيم 3 ليها زبون.